نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لسوناتراك أشرف اليوم الأحد وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب على تنصيب نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناتراك خلفا لرشيد حشيشي. وسبق لداودي أن تولى منصب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط في أفريل 2020. كما قضى داودي أزيد من 30 سنة في شركة سوناتراك، أين تقلد فيها العديد من المناصب في مجال علم الأرض والاستكشاف، على غرار مدير مصلحة الاستكشاف بسوناتراك قبل أن يتولى مهام رئيس وكالة النفط سنة 2020. إنهاء مهام الرئيس المدير العام لسوناتراك، أنهى وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب مهام الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك رشيد حشيشي، وتم تعيين نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع